أزمة نهائي كأس الأمم الإفريقية تعود إلى الواجهة من جديد، فقبول الكاف للاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فيما يخص العقوبات الصادرة عقب أحداث نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة فتح الباب أمام إعادة النظر في هذا الملف ومراجعة العقوبات الصادرة سلفا والتي أسالت الكثير من مداد الانتقادات. الطرف المغربي اعتمد بالأساس على المادة 82 من لوائح الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي تنص على أنه في حال انسحاب فريق أو رفضه اللعب أو مغادرته أرضية الميدان قبل نهاية المباراة دون إذن من الحكم يعتبر خاسرا للمباراة ويستبعد نهائيا من البطولة. الدفعات القانونية للمغاربة ركزت على أن توقف المباراة لمدة 14 دقيقة عقب احتساب ركلة الجزاء لصالح إبراهيم دياز لم يكن مجرد احتجاج طبيعي، بل كان انسحابا فعليا منظما من قبل الجهاز الفني للمنتخب السنغالي. كما أن عودة السنغال للملعب لم تكن لتحدث لولا الضغوط، وهذا التوقف أدى إلى التأثير على مسدد ركلة الجزاء وفقدان اللاعبين المغاربة لتركيزهم، وهو ما ساهم في تصديعها وتغيير مسار البطولة لاحقا. دفعات الطرف المغربي جعلت اللجنة التأديبية تراجع العقوبات الصادرة سابقا والتي أثارت جدلا كبيرا ليتخذ القرار باعتبار منتخب السنغال خاسرا أمام المغرب ب3 أهداف دون رد في نهائي كأس إفريقيا. وهذا القرار جاء بعد قبول استئناف المغرب الذي اعتبر أن السنغال انتهكت المادتين 82 و84 من نظام اللوائح الانضباطية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم. صحيح أن قوة هذه المادة منحت لجنة الانضباط بالكاف تطبيق عقوبات رادعة في حق المنتخب السنغالي، لكنها بالأساس تروم مبدأ العدالة الرياضية ومنع تكرار سيناريو أحداث نهائي كان 2025 الذي أساء بشكل كبير لكرة القدم الإفريقية.